والله الواحد زهق من الخلق والناس كلها وطهقت والله، يخرب بيت الناس كلها. حاج دبور، اهلا يا فتله اللي عامل جابك. ايه يا حاج دبور؟ عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله بخير. والله كل من يعني نروح لك البيت كده ايوه وهي مراتك تقول لي ايوه. ان هو قاعد في الغيط، فقلت هو ماله الحاج دبور قاعد في الغيط؟ كل ما نروح يعني نسأل عليه يقولوا في الغيط في الغيط في الغيط. في ايه مالك؟ وانا هنقعد في البيت ليه يا فتله؟ هنقعد في البيت ليه يا عم؟ كل شويه ضيوف جايين، ضيوف داخلين طالعين وعايزين شاي وسكر واكل وليله كبيره، والدنيا غاليه. ده السكر بقى ب 30 جنيه ولا انظر ب 20 جنيه، وانا عارف بكام دلوقتي، والشاي غالي والدنيا خربانه. هنقعد في البيت نهبب ايه يا عم؟ هنفضل كل شويه الناس جايين، الحاج فتله، الحاج دبور، الحاج دبور. ادينا يا عم فنجان، ابعدوا عني وسيبوني في حالي احسن. يعني انت برضه انا مش فاهم مشكلتك ايه عشان نشوف المشكله ايه. ما بنحكي فيها يا ابني من الصبح يا ابني، مش عايز حد يجي، حتى انت ايه اللي جابك؟ انت قوم اتكل على الله، مش عايز نشوف حاجه يا جدع يا عم انت الثواني بتاعت ربنا مش بتاعتك، انت صعبت علي. ايوه وانا فكرت في دماغي ما فيش حد اللي هيحل لك المشكله دي ايوه الا الحاج سطور. سرعه المفهوميه، ايوه هو اللي عارف شؤون البلد بحل، يا صلاة النبي الله اكبر، وهو اللي بيسلك مع العالم دي، هو اللي هيعرف لك ايه مشكلتك دي. وماله يا عم؟ بنشوفوه يا عم الحاج زطور، نقوم نروحوا له. انا اهو يا عم جاي اهو. تعال يا حاج زطور، تعال تعال انا مطلوب كده. تعال يا حاج، انا مطلوب كده. تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا حاج سطور. انا كنت في مشوار، ايوه وقلت نحود عن نبص على الكاكا بالمره، نلاقي الكاكا كده بتنزل مع ان بنطلع ذكر. مش عارف والله، مش عارف انا دي والله وعندي دي، بس ما اعرفش انا ايه اللي بيحصل فيه. عموما مش امرنا لله. خليك هنا اهوت عشان نبدا ناكلكوا برضه. يا حاج سطور تاكل ايه ده؟ معفنه. تنفع؟ ما فيش حاجه اسمها معفنه في الزمن ده كله، بينفع يا ابني. ماشي ما علينا يا حاج سطور. خير بتنادوا عليا عندكم ايه؟ قول يا عم فتله ابوه. الراجل ده هو اقلع ام الشبشب كده ما تحطوش في وشي. قول، بتقول ايه؟ الراجل ده هو تمام. عنده كل شويه ايه، فلان الفلاني جايله، نسبته جايله، نسبه جايله بتاع خاله جاي مش عارف ايه. عرفوا موضوع المجي ده لما الحاجه غلت. حلو اشتغلوه بقى يا زلمه والله حاج سطور. تعال حد ساب البيت ما عادش بيقعد في البيت. انا قاعد في الغيط اهو، وبرضه لقيت واحد غيتت زي فتله داخل عليا. ربنا يكرمك. والمطلوب مني بص خش في الموضوع بقى يا فتله، الله يرضى عليك ما تعقدنيش. تمام. الراجل ده سمعنا في البلد ان انت راجل بص كريم بخيل. ماشي بخيل تمام. الناس ما بتقول علينا يا ابني، بس احنا ربنا حمينا. تمام. فانا قلت ما فيش حد هيحلك من الموضوع اللي انت فيه ده هو. ايوه الا ترعد المفهوميه الحاج سطور. والله مالك حال، انت دايما بترفع من قدر يالا فتله. مين اللي سماك فتله؟ انا كنت المفروض نسميك هرم. يا حاج انت بنديك مكانك، ما بندكش حبيبي ازيد منه. والله يا نهار ابيض، يا نهار والله. شوف والله تربيتي، والله يرجع للتربيه. قسما بالله الواد فتله ده احسن واحد طبال ينفع يشتغل ورا الرقاص. حبيبي الله يبارك لك يا فتله. ده انا ننفع نعمل له برنامج ويبقى فتله شو. انت بقى كتر التطبيل والله. انت بقى عايز يعني انا دلوقتي لو نصحتك باي نصيحه، انا كده كده وش اسود في البلد. اقول انا زهقت وطهقت. انت بقى عايز تتعلم البخل. ده نهايه الكلام اللي انا فهمته. ايوه ايوه من الاخر يعلمني، علمني البخل. انا من الغطا وهي غطسانه. ماشي. عايز تتعلم البخل. ايوه انا عايز نبقى بخيل ابخل من ديل الكلب. علمني البخل. ما تشتمش الكلب بس عشان ما يبقاش شتمناه، انت اكتر منه. اسمع،
انت عايز تتعلم البخل، اول درس في البخل باب بيتك يتن مقفول طول النهار، ما ينفتحش ابدا، الشمس ما تخشش ابدا. عن جنزر خلاص تقول للولي كل اللي يسأل عليك لمراتك ام عيالك، كل اللي يسأل عليا انا مش هنا، حتى لو انت نايم جوه. خلاص دي سهله خالص. مع الولي ماشي. اتزنقت في مره وانت قاعد والباب مفتوح، خلاص اللي يخش عليك يسألك، انت طبعا بقى تنادي يا اولاد اعملوا كوبايه شاي، توصيهم مهما النادي ولا كانكم سامعين. اتزنقت زياده عن اللزوم، الراجل طول عليك، لو بيحب السكر الشاي سكره زياده حط فيه ملح، لو بيحبه خفيف تقله، لو بيشرب كوبايه كده عامله زي كاس مصر اديله حاجه كده ميني كوبايه، ميني كاس. حاج دكتور الله يبارك لك. ايه تاني؟ خلاص قول. احنا في يومين، يا الله يبارك لك يا رب. احنا في يومين الحر دول ربنا يقوينا على البخل ونعلمه الناس. ده انا هنفتح اكاديميه للبخل. انت استاذ ورئيس قسم والله. هو مثلا احنا الدنيا ولعه دلوقتي، الكهرباء قطعه والدنيا ولعه، خلاص تقوم تقفل الشبابيك تقول الشمس داخله عليا من كل حته، عايز يولع. في الحته دي حلوه وملعوبه الله عليك. الله عليك. مدرسه، انا مدرسه. لا ايه تاني؟ قول ايش. طيب حاجه تانية، تيجي فاصل الكهرباء عندك لاريه كده ولا اسمه مش عارف تيتا ريه، تيجي منزل الايه فاصل الكهرباء عنه وانت تستحمل، يقوم يزهق ويمشي. قال لك الكهرباء شغاله عند الناس بحل، تحرق توطي له المروحه، خلاص خليه يقرف وياخد نفسه ويجي ايه ماشي. حضرك في غدا ولا شرب، خلاص الميه تجيبها له سخنه مولعه تنزل في بطنه ما عادش يقعد عندك. الاكل، جينا للاكل اهم حاجه. لو سنانه وجعه تجيب له عيش، خلاص لو سنانه وجعه تجيب له عيش ايه ناشف، ما تجيبلوش الطاري، لا هياكل ياما ويقلب لي. خلاص طيب وتجيب له صحينه صغيره كده ميني، صح ميني ايه، حاجات صغيره كده خالص ماشي. ولو بتحط 10 رغيف على الصينيه تحط 3. فاهم الكلام؟ احنا بنعلم الناس البخل عشان مصالحهم، ماشي يا ولد؟ ايه رايك في التفوير دي؟ طيب بيت وعايز ينام، دي اهم حاجه عشان بتحصل برضه كتير. بتحصل طب دي وخرفني بقى وطول الليل عايزين خدمه وليله سودة كده. لا طلع ارض وكهرباء في السرير. يا عم الحاج هتطلق عندك عجل في الزريبه تطلقه ويجري يشطوط فين؟ خلاص المهم تيجي ساب الايه؟ تيجي طالق عليه العجل في الزريبه. حرام عليك والله. هياخد نفسه ويقوم يجري، ما عادش ايه حد يسمع بيه نهائي. خلاص الشاي لو اتعمل تاني ما تكررش تاني، ولو اتكرر يحط عليه ايه اريال. انت هتغسله بقى ينظف بعد. خلاص اي خدمه يا عم. ايه رايك؟ الله يبارك لك. وان شاء الله هتتضرب بك المثل في المنطقه بحل. بخيل المنطقه، انت ابو البخل، البخيل الاول. تعليم الحاج سطور. احنا عملنا فلوس لذلك بنشتري اراضي من البخل. فهمت الكلام؟ ايه رايك في التعليم بتاعنا؟ بسم الله ما شاء الله والله هنجرب كده يلا وربنا يقوينا على البخل.